ايه اللي بيصنع العظمة الحقيقية؟ مش بس في البيزنس، لا، في اي حتة، في اي منظمة، حتى لو بصينا في التاريخ. النهاردة هنفك مع بعض الشفرة دي، الشفرة اللي بتحول اي حاجة من مجرد كويسة لعظيمة بجد. السؤال ده فعلا سؤال بيحير أكبر القادة وأصحاب الشركات في العالم. والغريب بقى في الموضوع إن الإجابة مش اللي كلنا متوقعينها خالص. كتير مننا بيفتكر إن الموضوع كله استراتيجية ذكية أو آخر تكنولوجيا نزلت السوق، بس الحقيقة لأ. السر أعمق من كده بكتير. السر كله بيبدأ من شخص واحد بس، القائد. القصة كلها بتبدأ من جوه لبره. دي خريطة الطريق بتاعتنا النهاردة. هنبدأ الأول خالص من جوه، من القائد نفسه. بعدها هنطلع لمين الناس اللي معاه، وبعدين إزاي بيواجهوا الواقع، وهنوصل في الآخر لفكرة القوة اللي بتتوقفش دي. وآخر حاجة هنلخص كل الدروس دي. يلا بينا نبدأ بأول وأهم نقطة، الأساس اللي بتبني عليه كل حاجة بعد كده. لما الباحث المشهور جيم كولينز قعد يحلل الشركات اللي عملت طفرات تاريخية، اكتشف حاجة غريبة جدا ومدهشة. كل الشركات دي من غير ولا استثناء واحد كان القائد بتاعها من نوع معين جدا، نوع هو سماه قيادة المستوى الخامس. القادة دول قادة المستوى الخامس كل همهم وشغفهم وطموحهم بيكون للمؤسسة مش لنفسهم. وده بالظبط عكس الفخ اللي بيقع فيه كتير من المؤسسين اللي بنسميه متلازمة المؤسس. هنا الأنا بتاعت القائد بتكبر لدرجة إنها بتبقى أكبر من المؤسسة نفسها، وبدل ما يكون هو سبب نجاحها بيبقى هو سبب إنها ما تكبرش أكتر. وعلى فكرة المبدأ ده قديم جدا. في تراثنا الإسلامي الفكرة دي أساسية، فكرة إن بناء أي مؤسسة عظيمة لازم يسبقه بناء للنفس. لازم الواحد الأول ينتصر في معاركه الداخلية، الكسل، الخوف، البخل، قبل ما يفكر يقود أي حد في معركة خارجية. طيب أوكي، القائد كده اشتغل على نفسه وبقى جاهز. إيه الخطوة الجاية؟ هنا بقى بيحصل شيفت مهم جدا في التفكير. التركيز بيتنقل من أنا لإحنا للناس. وهنا بنوصل لمبدأ عبقري في بساطته، مين الأول وبعدين إيه. تخيل الموضوع كأنك كابتن أتوبيس. الأهم مش تحدد الأول هتروح فين، لأ، الأهم هو تختار مين الناس اللي هيركبوا معاك في الأتوبيس ده. لأنك لو اخترت الناس الصح هم نفسهم اللي هيساعدوك تكتشف أحسن وجهة ممكن تروحوها. طيب الفريق الصح اتجمع، مهمتهم الأولى إيه؟ إنهم يلاقوا مع بعض حاجة اسمها مفهوم القنفذ. إيه بقى مفهوم القنفذ ده؟ دي استعارة عن التركيز الشديد جدا، إن المؤسسة تلاقي نقطة التقاء بين 3 حاجات. حاجة تكون شغوفة بيها جدا، وحاجة تقدر تكون فيها الأفضل في العالم كله، وفي نفس الوقت الحاجة دي هي اللي بتدخل لها فلوس أو موارد. لما ال3 دول يتقاطعوا هنا بيبقى الكنز. وعندنا مثال تاريخي يوضح الفكرة دي بشكل مذهل. الصحابي عبد الرحمن بن عوف لما هاجر المدينة معهوش أي حاجة خالص، اتعرض عليه نص ثروة واحد من الأنصار، لكن رده كان إيه؟ دلني على السوق. هو كان عنده مفهوم قنفذ واضح جدا، التجارة، وبمبادئ بسيطة لكن صارمة قدر يبني من الصفر إمبراطورية تجارية ضخمة. لغاية هنا حلو قوي. عندنا القائد الصح والناس الصح والتركيز الصح، بس ده لوحده مش كفاية، لأن الحياة مش سهلة والبيزنس مش سهل. في عنصر تالت حاسم جدا، العقلية. العقلية اللي بنواجه بيها الأزمات. الملاحظة دي صادمة جدا. الأدميرال جيمس توكديل اللي كان أسير حرب لأكتر من 7 سنين بيقول إن أول ناس كانت بتموت في الأسر هم المتفائلين. إزاي؟ الملاحظة دي وراها واحد من أقوى مفاهيم القيادة اللي ممكن نسمع عنها. وهي دي بقى مفارقة ستوكديل. لازم يكون عندك إيمان راسخ وما بيهتز إنك في النهاية هتنتصر وهتخرج من الأزمة دي. وفي نفس ذات الوقت لازم يكون عندك الانضباط إنك تواجه بمنتهى الصراحة أبشع الحقائق اللي موجودة في واقعك دلوقتي. ستوكديل لاحظ إن اللي كانوا بيحطوا تواريخ خيالية لإنقاذهم كانوا بيموتوا من الإحباط لما التواريخ دي تعدي وما يحصلش حاجة، لكن اللي نجوا هم اللي قدروا يوازنوا بين الإيمان بالنهاية السعيدة والتعامل بواقعية جديدة مع كل يوم صعب بيعدي عليهم. ولما كل العناصر دي تتجمع في مكانها، القائد الصح والفريق الصح والتركيز والعقلية دي، بيبدأ يحصل حاجة تشبه السحر. قوة الدفع بتبدأ تتشكل. كولينز بيوصف ده بتأثير الحذافة. الحذافة دي عبارة عن عجلة معدن ضخمة وتقيلة جدا. في الأول لما تيجي تزقها بتحتاج مجهود جبار عشان بس تتحرك كام سنتي. الموضوع بيبقى محبط، لكن مع كل زقة وكل لفة وبشرط الاستمرارية والانضباط العجلة بتبدأ تكتسب سرعة، لفة ورا لفة ورا لفة، لحد ما توصل لنقطة الانطلاق، النقطة اللي مفيش أي حاجة في الدنيا تقدر توقفها. وده بقى عكس اللي بيحصل في المؤسسات العادية خالص، اللي بتكون محبوسة في حاجة اسمها حلقة الهلاك. كل فترة بيجربوا برنامج جديد أو فكرة عبقرية جديدة، ولما ما تجيبش نتيجة فورية يرموها ويجربوا حاجة تانية. مفيش أي تراكم، مفيش أي صبر، وبالتالي مفيش أي قوة دفع حقيقية بتتبني. طيب
لما نلم بقى كل الخيوط دي في إيدينا ونبص للصورة الكبيرة بنكتشف إيه؟ بنكتشف إن المبادئ دي مش مجرد كلام في كتب البيزنس، دي قوانين شبه عالمية للنجاح. بصوا على الجدول ده كده، سواء سميناها قيادة المستوى الخامس أو الإرادة المتواضعة، سواء قلنا مين الأول أو الناس أولا، الفكرة واحدة. في أي مجال، في أي ثقافة، في أي زمن، المبادئ الأساسية لبناء شيء عظيم بتفضل ثابتة. التواضع قبل الغرور، الناس قبل الاستراتيجية، التركيز بدل التشتت، والإيمان الواقعي اللي بيبني قوة دفع مستمرة. دي قواعد اللعبة اللي بتتغيرش. وفي الآخر الرحلة من كويس لعظيم مش مسألة ظروف أو حظ، هي مسألة اختيار واعي وراه انضباط وراه إرادة ممتتلويش. والسؤال اللي لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه سواء في شغله أو في حياته، يا ترى إيه الجزء اللي في العجلة بتاعتي محتاج الزقة الجاية؟